بتمنى من اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب ما نلعبش تاني في ام درمان بسبب طبعا جمهور الهلال السوداني اللي بيتوعد جمهور الاهلي ولاعيبه الاهلي ان هو مش هيسيبهم في حالهم. وده مش كلامي، ده كان كلام جمهور الهلال السوداني بيقول لك هيروحوا اللعيبه على نقلات. انا قلت لهم طبعا بكل بساطه هاتوا النووي وريحونا، هاتوا النووي، اصل دي ما بقتش كوره. هاتوا النووي واضربونا، اضربوا مصر كلها بالمره، دي ما بقتش كره قدم. من اللعبه بيقول لك هنروحكم كساحين. طبعا باختصار اتمنى من المسؤولين في النادي الاهلي ما يلعبش تاني في ام درمان، الموضوع انتهى. وكمان باعتراف من اداره ونائب رئيس نادي الهلال السوداني ان هم قطعوا علاقتنا، خلاص قطعوا علاقتهم مع النادي الاهلي، فخلاص ليه نروح بقى نلعب في ام درمان، نلعب في ارض محايده زي ما المريخ والزمالك عملوا كده بالظبط، لعبوا في ليبيا. ليه ما نعملش زي المريخ السوداني والزمالك في دور المجموعات اما لعبوا في ليبيا؟ اتمنى من اداره النادي الاهلي لو الاهلي لعب مع الهلال السوداني او وقع في نفس المجموعه مع نادي الهلال السوداني، اللي انا ما اتمناش ان هي تقع اصلا تاني معاهم للابد، مش خوف من الهلال السوداني، ده فريق عادي وكسبناه 3-0، عشان خاطر المشاكل والشجار اللي احنا فيه ده دلوقتي ما نقعش مع بعض في مجموعه تاني. خلاص الموضوع انتهى، لان حتى لو وقعنا مع بعض في نفس المجموعه الاتحاد الافريقي من نفسه مش من اداره النادي الاهلي هتلاقيه بيقول لك تعالى كده انتوا الاثنين كل واحد هيلعب في ارض محايده، هتلعبوا في ارض محايده الماتشين وهيخليكم تلعبوا الماتشين ورا بعض، هيخلينا نلعب الماتشين في نفس الوقت عشان يريح دماغه واحنا كمان نريح دماغنا، وانت ترتاح وانا ارتاح، وده الصح وده الاصلح.